وبالختام عندي كلام. لبنان هي النموذج السياسي المشابه لبلدنا، سلطات ثلاثة من ثلاث مكونات، هذا حالهم من عقود. اليوم إذا نشوف لبنان ممكن أن نشوف وضعنا، وإذا بقينا ماشيين بنفس هذا السياق يعني تجاذبات مكوناتية ونزاع داخل المكون، تهاتف على المناصب، وسياسيين أصبحت أموالهم هائلة، وفساد بالمؤسسات، وسلاح مو بيد الدولة. وبعد التحولات الآن تبحث لبنان على انتشال أوضاعها، وهذا اللي يتأمله الشعب اللبناني في ظل رئيس جديد وحكومة جديدة حتعمل على تصحيح أخطاء الماضي. إحنا لازم نستوعب ونستفيد ونوجه كلامنا للسياسيين اللي يبحثون عن النجاح. نجاحكم بكسب ثقة المواطن وتقديم منجز، لأن المناصب والله ما تدوم، والله ما تدوم المناصب، واللي ما يستفيد من تجارب الدول ما عنده عقل. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.